طب يا سيدي بص بقى، هقول لك على حاجه في الدرس ده ان شاء الله. هبدا اقول لك على اهم 3 اسباب هم اللي بيخلوا دماغك تقف في تصميمات الدمج وما بتقدرش تنفذها او تكملها، وبعدها ان شاء الله هنبدا نعرف ازاي جمعنا كل العناصر اللي ظهرت قدامك دي وازاي قدرنا نحولها للشكل البسيط اللي ظاهر قدامك ده. فركز معايا بقى يا صديقي. بص، السبب الاول في المشكله هي التغذيه البصريه، ودي هوريها لك عملي بقى لان محتاج افهمها لك بشكل مفصل. السبب الثاني وهي مرحله البحث عن الصور، وانك بتتوه جدا وما بتبقاش عارف المفروض تكتب ايه علشان توصل للصور اللي انت محتاجها. السبب الثالث في المشكله وهو انك بعد ما بتجمع العناصر ما بتبقاش قادر انك تدمجهم بشكل كويس كلهم كده مع بعض بدون اي ازعاج ولا تشويش بصري. فان شاء الله في الدرس ده هنعرف كل حلول المشاكل دي. اتمنى يكون درس خفيف وبسيط. فقبل ما نروح للشرح عايزك تصلي على النبي، تعمل اشتراك في القناه، لايك للفيديو، كومنتك التشجيعي، وبس كده بينا على الشرح. طيب بص، خلينا نبدا اقول لك ازاي جبت الفكره اصلا من البدايه، وبعد كده تاني خطوه هبدا اقول لك ازاي جبت العناصر بتاع الديزاين. بس قبل ما اقول لك الخطوتين عايزك تصلي على النبي علشان ربنا يبارك لنا. بص يا سيدي، موضوع التغذيه البصريه زي ما قلت لك هو موضوع مهم. حتى لو انت في دماغك فكره لازم بتعمل تغذيه بصريه، وزي ما قلت لك افضل موقعين بالنسبه لي في التغذيه البصريه هو بنترست اولا، ثم بيهانس، وفي حاجات تانية كتير ولكن دول اللي انا بركز عليهم جدا. تمام. طيب علشان اجيب افضل حاجه من البنترست ببدا اخش هنا في مرحله السيرش. كل اللي هتعمله هنا في بار السيرش ده انك هتبدا تكتب له فوتو مانيبيوليشنز، وممكن نحط اي دي اس مثلا. فطبعا هنا هيبدا يفتح لك مغاره علي بابا اللي هتلاقي فيها حاجات كتيره، تونات ومنظورات وتصميمات دمج كتيره جدا قويه جدا جدا. بتبدا تختار بقى التون اللي انت هتشتغل عليه. يعني ايه تون اصلا؟ يعني مثلا لو فتحت معاك ديزاين زي ده وفتحت معاك مثلا ديزاين زي ده، وخلينا نفتح ديزاين زي ده. بص يا سيدي، لما تيجي تبص على الديزاين ده هتلاقي ان هو واخد التون بتاعه الغروب شويه، اللي هي بتبقى فيها سن احمر تديك احساس بالغروب كده، فهي دي بتتسمى التون. تون الديزاين واخد الغروب او واخد الغروب. تمام. ديزاين زي ده واخد التون البارد اللي هيخليك اول ما تبص تحس بالبرود. تمام. ديزاين زي ده واخد تون النهار العادي، فبالتالي مش هتلاقي فيه اي حمار خالص لانه ما فيهوش وضعيه الغروب اللي اتكلمنا فيها في اول ديزاين. فانت هنا بتبدا تختار بقى انت هتشتغل التون انهي. فهمتني؟ دي اول خطوه. فاحنا مثلا انا ابتديت اخد افكار من حاجات شبه كده اللي هو الجبال والشمس والميه ومش عارف ايه، وابتديت اكون فكره لحد لما جت في دماغي الفكره او كونت الفكره اللي احنا هنشتغل عليها ان شاء الله. يبقى دي كده الجزئيه بتاعت التغذيه البصريه ومهمه جدا جدا، خد فيها وقتك. يلا بينا نروح على الفوتوشوب. بص، المقاس اللي هشتغله معاك يعني انا هروح فايل نيو وهبدا افتح المقاس اللي هو هيكون 4000 بكسل في 2250 في ريزوليوشن 300 او 200 او 100 على حسب امكانيات الجهاز بتاعك. قلنا موضوع الريزوليوشن ده بيبقى على حسب امكانيات الجهاز. يعني لو جهازك قوي ممكن تشتغل 300، لو متوسط اشتغل 200، لو ضعيف اشتغل 100. لان لو امكانياتك ضعيفه واشتغلت 300 فالديزاين هيولع منك. من الاخر كده علشان افهمك بالبلدي. فالمهم يا سيدي هبدا اعمل كرييت كده بالشكل ده، فهيبقى المقاس عرض شويه بالشكل اللي ظاهر قدامك ده. بص بقى، هبدا اروح معاك لادوبي ستوك، ودي الصور اللي انا هشتغل معاك عليها. بص يا سيدي، اول صوره هنبدا نشتغل عليها وهي الصوره دي. وعلشان ابدا اجيبها كل اللي انا عملته ان انا ابتديت اكتب كلمه جبال، يعني هي مكونه من بحر وجبال، صح كده؟ طيب لو انا ضعيف في الانجليش هعمل ايه؟ هروح لجوجل ترجمه هكتب جبال عادي بالعربي، وهاخد الترجمه بتاعتها كوبي، وهبدا اروح للسيرش احط له السيرش هنا، وكل اللي هعمله ان انا هحط جنبها كلمه بحر بالشكل ده. فهتبدا تنزل هتلاقي حاجات كتيره جدا قدامك تقدر تختار منها على حسب. ابتديت ادور شويه لحد لما لقيت الصوره اللي هنشتغل عليها. طيب تاني صوره اللي هي هتكون دي. انا بس كل اللي كنت محتاجه من الصوره دي الجزء بتاع الجبال اللي هي هتحس ان هي عليها ضباب شويه علشان تديني ابعاد في الديزاين. فعلشان اجيبها يا اما هاخد من نفس الموضوع عادي، يا اما هشيل كلمه بحر وهستكفي بكلمه الجبال، فهيبدا يجيب لي حاجات قويه جدا جدا بالشكل اللي هيبقى ظاهر قدامك ده. تقدر تاخد اللي انت محتاجه. تمام. الباقي كله عباره عن اشجار والمركب والسماء. السماء قلنا بنكتب سكاي عادي خالص اهو، فهتلاقي حاجات كتيره ظهرت قدامك. والاشجار بتكتب تري بالشكل ده، وبحط جنبها BNG علشان يجيب لي الاشجار المقصوصه اللي ما تاخدش معايا وقت كتير في القص. وابتديت اكون شويه الاشجار اللي اشتغلنا عليهم في درس النهارده. فبس دي كده مرحله السيرش لانها مرحله مهمه، لازم تبقى عارف برضه هي بتتم ازاي. وانت عارفني بحب دايما اقول لك الموضوع ده في كل درس، فمعذره لو طولت عليك. المهم يا سيدي هبدا اروح معاك للفوتوشوب وهبدا اشد معايا اول صوره اهو، وهبدا انزل كده بالصوره دي شويه. تمام. طيب الجزء اللي ورا بتاع الجبال ده انا مش محتاجه، فهبدا اجيب اداه الكويك سيلكشن تول وهبدا امشي على الجبال اللي ورا دي اهي. واي حاجه دخلت لجوه غصب عني مثلا هبدا اجيب الماينس من هنا وهبدا ازق اهو، فمش هيقابلني اي مشكله خالص. في حاجات بسيطه هنبدا نظبطها وهقول لك عليها نظبطها ازاي. زي الفل. هبدا ادوس كليك يمين على اللاير وهعمل راسترايز، وبعد كده هعمل ديليت من الكيبورد لان انا مش محتاج الجزء اللي ورا ده خالص.
في خط بدأ يظهر فوق اهو، هعمل عليه سيلكت لوحده وهعمل ديليت. تمام. طيب لما تيجي تبص كده ما بين الاشجار هتلاقي ان في لون لسه موجود. كل اللي هتعمله انك هتدوس كليك يمين وهتختار الماجيك تول، وبعد كده هتبدا تدوس كليك على اللون ده وهتبدا تروح هنا عند سيلكت وتختار السيميلر بالشكل ده. هيبدا يعمل لك سيلكت على كل اللون الموجود. حلو. هتبدا تجيب الاستيكه الخفيفه عادي الناعمه وهتبدا تقلل كده وهتبدا تحذف اللون ده ما بين الاشجار اهو بالشكل ده. طيب لو قابلني اللون هعمل نفس الخطوه اهو برضو سيلكت سيميلر اهو، هيبدا يعمل لي سيلكت على كل اللون وبالاستيكه الناعمه هبدا احذف الحاجات اللي هو جابها لي اهو. فلما تيجي تبص هتلاقي ان الصوره ظبطت. احنا كده كده هنحط سكاي اصلا بنفس اللون اللي احنا حذفناه، فبالتالي لو في اي مشاكل صغيره مش هتبلك. حلو. طيب هبدا اجيب صوره السكاي بتاعتنا اهي وهبدا اخليها تحت اللاير الاصليه وهبدا افرد السكاي كده وهبدا ارفع بس الجزء ده لفوق شويه. طيب اللاير الاولى اللي هي دي هتحس ان هي غامقه قوي والسكاي فاتحه بزياده، فاحنا ممكن نعمل كنترول ام واحنا واقفين عليها، وكل اللي هعمله من هنا ان انا هبدا ارفع الكيرفز دي بس شويه كده علشان الامور تبقى ماشيه مع بعضها بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده زي الفل. هبدا اروح للصوره اللي بعد كده وهي صوره الجبال بالشكل ده زي ما قلت لك. انا بس محتاج اوازن الديزاين، يعني هبدا احط الجزء ده في الجزء اللي على الشمال ده. فهبدا يا سيدي اشد معايا الصوره، وعلشان اقصها سريعا هعمل سيلكت كده بالماجيك تول وثبت صبعك على الشيفت وابدا دبل كليك هنا في الحاجات دي لحد لما السيلكت يبقى موجود. هبدا ادوس كليك على القفل ده علشان اشيله، وهبدا اروح لاداه السيلكت المربعه وهعمل كليك يمين وهختار لاير فيا كات. طب ليه؟ علشان انا محتاج الجزء بتاع الانعكاس الموجود ده يبقى معايا واللاير بتاعه الجبال برضو تبقى معايا، الاتنين يبقوا معايا. وهبدا اعمل سيلكت على اللايرين وهبدا اشدهم معايا على الديزاين او على المقاس بتاعي وهبدا اصغرهم مع بعض كده. تمام. وبعد كده هقف على اللاير بتاعه الانعكاس. كل اللي هعمله ان انا هاجي عند نورمال دي هخليها المالتيبلاي بالشكل ده، وبعد كده همسك الاتنين وهبدا اظبطهم بالشكل ده اهو. ممكن اعملهم جروب كنترول جي علشان خاطر يبقوا مع بعض كده. تمام. في طبعا جزء بتاع اشجار ورا هنبدا نحذفه، يعني انا هقف على اللاير هنا الاصليه وهبدا اجيب الاستيكه وبعد كده هبدا احذف الكلام ده كله اهو لورا. تمام. حاول بعد كده تزوم وهنعمل ماسك على الجروب، وهبدا اجيب البرش الناعمه وهقلل الفلو هنا وهبدا ابص احذف اخر الاشجار دي من الجزء ده. هبين الحاجات اللي ورا دي اهو اهو. كمان انا محتاج الاسود ده يكون موجود معايا هنا اهو في الجزء اللي على الشمال ده، فانا ببدا احذف بالراحه اهو. تمام. وركز بقى، بص انا هعمل ايه باداه الماسك كده. لو في حاجات اتحذفت مني بدون قصد ببدا ادوس اكس علشان اخلي المربع ده يكون ابيض، وببدا الحاجات اللي اتحذفت مني غصب عني ارجعها تاني بكل سلاسه اهو. فببدا ادمج الليله دي مع بعضها تاني اهو. يعني مثلا جزء زي اللي فوق ده اتحذف مني غصب عني اهو، ببدا ارجعه واكس تاني بيبدا يخليني احذف في الحاجات اللي انا محتاج احذفها. فلما تيجي تبص كده هتلاقي ان احنا دمجنا الكلام ده. طيب الجزء الشرب اللي في الاخر ده انا ممكن بس انعمه بالبرش شويه اهو. تمام. وخلينا نفتح الجروب ونمسك الجزء بتاع الانعكاس نخليه بره الجروب علشان ما يبقاش مقصوص مني. تمام. لو دوست كنترول جي مره كمان علشان اعمل كوبي من نفس اللاير فالانعكاس هيبقى موجود وهيبقى قوي معايا بالشكل الجميل قوي ده زي الفل. بعد كده ممكن امسك كل الكلام ده اطلع بيه لفوق شويه، فبس مش هنعمل اكتر من كده في الجزئيه دي. هنبدا نقف بقى هنا على لاير السكاي بتاعتنا وهنبدا نروح على الصوره اللي انا قلت لك عليها بتاعت الجبال علشان ابدا اضيفها معايا كده اهو. وكل اللي هعمله ان انا هبدا اظهر بس الجبل اللي ورا ده هكبره شويه ومش هظهر منه غير الجبل لوحده بالشكل ده. وكل اللي هعمله علشان ادمج السكاي مع بعضها ان انا هعمل ماسك على اللاير دي زي ما انا واقف، وهبدا اجيب اداه الجريدينت تول وهنا اللون في المربع يكون اسود وهبدا اسحب من فوق لتحت كده اهو خفيف، مش هعمل اكتر من كده. تمام. طيب خلينا نرجع للصور. هبدا اخد صوره المركبه بالشكل ده وهبدا اخليها اول لير فوق اهو. كل اللي هعمله هنا ان انا هدوس كليك يمين وهبدا اعكس الصوره اهو، فهتبقى معايا بالشكل اللذيذ ده. وبعد كده هبدا ارجع للصور تاني. هبدا اخد مثلا صوره زي دي هتلاقيها مقصوصه جاهزه. كل اللي هتعمله انك هتخليها هنا على الشمال وهتبدا تصغر فيها شويه. وهنبدا بعد كده ناخد صوره زي دي اهو علشان نغطي بيها القطع الموجود. خلينا بس الف الصوره كده اهو، وممكن مثلا نخليها تبقى واقفه كده بالشكل ده اهو. تمام. ولسه هنظلل ولسه هنوزع اضاءه وهنعمل شويه الشغل بتوعنا يعني. تمام. بعد كده هبدا ارجع للصور. هاخد مثلا صوره زي دي ودي هنبدا نخليها تبقى تحت كده
وطبعا هتكون تحت الليارات بتاعه الاشجار كلها علشان تيجي من ورا، بس تبقى فوق المركب طبعا اهو. وممكن نصغرها شويه ونخليها تبقى طويله شويه كده اهو. وبعد كده كوبي منها وهبدا اشد الجزء ده وانا دايس شيفت كده علشان يبقى معكوس معايا في الناحيه التانية. وبعد كده همسك الليارين اصغر فيهم بقى بالشكل البسيط قوي ده اهو. تمام، هبدأ ارجع للصور مرة تانية وهبدأ اخد مثلا صورة زي دي اهو. ممكن دي بقى نعكسها بالشكل ده وهبدأ اصغرها بس في الجزء ده. اللاير دي بس محتاجة تنزل تحت شوية زي الفل. بعد كده ممكن ناخد نفس الصورة مثلا اللي احنا حاطينها فوق دي، بس طبعا ايه نحاول ما نخليهاش يعني تبقى كأنها كوبي بيست اهو مثلا كده. وممكن نشد اللاير بتاعتها لتحت خالص عشان تبقى ورا الجزء اللي هو قدام ده زي الفل كده جدا. تمام. طيب خليني ابدا الليرين اللي هم تحت بتوع الاشجار اللي تحت دي اعملهم جروب عادي او ميرج مش هتفرق، وهبدا اخفيهم دلوقتي علشان بس نشوف هنعمل ايه في المركب. تمام. طيب اعمل كوبي من اللاير بتاعه المركب وامسك الجزء او اللاير اللي تحت كنترول تي، ثبت صبعك على الشيفت وابدا شد الجزء ده، وبعد كده ثبت صبعك على الكنترول وابدا اسحب الجزء ده لحد لما تلحم الاتنين في بعض بالشكل ده. هتروح بعد كده الفلتر بلور جاليري واختار الفلتر ده، وهتبدأ تشد الجزء ده لتحت كده، وبعد كده زود في الدايرة دي هتفهم ايه اللي بيحصل. بص لو رفعت الجزء ده لفوق بص ايه اللي بيحصل، بص اهو. لو قللت الدايرة بص. طب لو انا حابب اقلبها كده شوية اهو، يعني انا بقف عند النقطة دي وبقلب كده عشان الانعكاس برضو يظبط اهو. فلما تيجي تبص تمام زي الفل. هبدا ادوس اوكي من فوق هنا كده، وكل اللي هعمله هغير النورمال دي للمالتي بلاي بالشكل ده. تمام. وخلينا ارفع اللاير بس لحد ما الحم الجزء بتاع الحبل برضو في الجزء بتاعه، ما عندناش فيها مشكله خالص. وهبدا بعد كده اقف على لاير المركب وركز بقى انا هعمل ايه. انا هزون وهبدا اجيب البين تول وهبدا اقص وش المركب فقط اهو، علشان لما اجيب المنتج بتاعي هبدا احطه جوه المركب فيبان، او هحط الجزء اللي انا هقصه ده فوق المنتج فيبان ان هو كأنه جوه المركب بالشكل ده اهو. هاخد الخشب الصغيرة دي ودي برضو الاخيرة دي اهو زي الفل. وبعد كده هبدأ الف اللفة دي كده وهعمل كنترول انتر كنترول جي علشان اخد كوبي من الجزء ده. حلو. طيب المنتج اللي معايا هو مش منتج، هو كل اللي انا عملته ان انا جبت علبه او مشروب مانجا عادي وجبت ستيكر جاهز وابتديت اركبهم مع بعض اهو بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده بس علشان موضوع المقاطعه وكده، فانا مش حابب اشتغل على منتج ممكن في الاخر يطلع مقاطعه وهكذا. انت ممكن تبدل بقى المنتج بحاجه مصري بس تكون لونها اورانج برضو، لان اللون الاورانج هنا هيفرق معانا، يعني مانجا اي حاجه بقى او برتقال فهمتني، الاورانج مع الاخضر بيدي شكل حلو قوي. فالمهم يا سيدي هعمل اللايرين جروب وهبدا اشد الجروب تحت اللاير بتاعه الخشب اللي احنا لسه واخدين منه كوبي حالا، وهبدا اصغر شويه او خلينا نصغر كلهم يعني المركب بالشادو بالحاجات دي كلها اهو مثلا كده. حلو. وبعد كده هقف على الجزء بتاع الخشب اللي انا قلت لك عليه ده، هبدا اروح عند الادجستمنت لاير وهختار الليفلز بالشكل ده وهعمل كنترول الت جي علشان الليفلز دي تخش جوه الجزء بتاع الخشب فقط. وهبدا اشد المثلث اللي على اليمين ده ناحيه الشمال بالشكل ده علشان اسود الجزء اللي هو بره ده، لان المفروض ان السورس لايت بتاعتها هتبقى من ورا، فهنا الجزء ده مش هيبقى فيه اضاءه، فالمفروض ان احنا بنضلم الحاجه اللي مش هيبقى فيها اضاءه. ولكن طبعا هبدا اعمل ماسك على الليفلز بعد ما خلاص غمقت، وهبدا اجيب البراش تول وهبدا خفيف جدا احذف اول الخشب اهو بالشكل ده كده اهو. طيب لو في حاجه زي ما قلت لك حذفت غصب عني اكس علشان ارجع اهو، بيخليني ارجع اغمق اللي انا عايزه، اكس تاني بيخليني اقدر احذف بكل سلاسه. ولو الشادو ده زاد مني ممكن نقلل الاوباسيتي، ما عندناش فيها اي مشكله زي الفل. طيب خلينا نقف على اللاير بتاعه الميه وهبدا اعمل نيو لاير فوقها على طول، وهبدا اجيب البراش تول اهو اللون الاسود بس هقلل الفلو، وهبدا اغمق اول البحر كده او من عند الشادو اهو تمام. وبعد كده هبدا اظهر بقى اللاير بتاعت او الجروب بتاع الجزء ده، وخليني بس اغمق تحت المركب برضو علشان انا محتاج الجزء ده يبقى غامق معايا بالشكل ده اهو. فزي الفل انا كده شايف ان الدنيا تمام. طيب بص بقى، المفروض ان الحاجه القريبه للكادر هنا بتكون غامقه تمام، والحاجه البعيده في الكادر بيكون عليها ضباب، فده بيديك تباعد اكتر، والحاجه القريبه بتديك قوه في الشادو تمام. فخلينا هقول لك الموضوع ده عمل. بص يا سيدي، هبدا امسك اول واحد ده، هبدا اقف على اللاير دي، وبعد كده وانا دايس شيفت كليك يمين على اللاير اللي تحتها وهبدا امسكها هي كمان، وهعملهم جروب بكنترول جي. حلو. وانا واقف على الجروب هروح عند الادجستمنت لاير وهختار الليفلز فوقها
وبعد كده كنترول الت جي علشان تدخل في الجروب زي ما اتفقنا. وكل اللي هعمله هو ان انا هبدا اسود اهو بالمثلث ده زي ما اتفقنا بالشكل ده اهو. تمام. هعمل نفس الخطوه برضو هنا اهو، هقف هنا مثلا وهبدا امسك اللاير الثانيه جروب مع بعض، هروح عند الليفلز كنترول الت جي وهبدا اسود كده. تمام. نفس الخطوه في الجزء ده فوقه على طول ليفلز كنترول الت جي وهبدا اغمق. طبعا احنا مش هنسيبهم على كده، هقول لك دلوقتي هنعمل ايه. بص يا سيدي، خليني اعمل معاك السورس لايت وبعد كده بناء عليه هنبدا نوزع الاضاءه على الاشجار ومش عارف ايه والحاجات اللي انت فاهمها دي كلها زي الفل كده، علشان بس ايه مش عايز اشتتك او اتوهك، فخليني بس ايه ناخدها واحده واحده. انا دلوقتي السورس لايت بتاعتي هجيبها من الجزء ده، فعلشان اعمل سورس لايت هنا وتبان واقعيه لازم السماء يكون فيها سنه اورنج او يكون في جزء هنا تحس ان هو شمس اصلا، فده مش موجود معانا في السماء. طيب علشان نضيفه يبقى انا هبدا اقف على الجزء اهو اللي هو بتاع السماء ده، وهبدا اروح معاك اجيب سكاي اهو، وكل اللي هحتاجه هو الجزء ده فقط. يعني انا هبدا اعكس الصوره اهو بالشكل ده، وهبدا اكبر سنه صغيره كده ورا الجبل اهو، وبعد كده ركز بقى هعمل ماسك كنترول اي. انا كده عكست الماسك بمجرد ما جبت البراش تول، كبرت السايز وابتديت اخلي المربع هنا يكون ابيض وخليت الفلو هنا يكون قليل، وابتديت ادوس كليك 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 كليك، هبدا اظهر الجزء بتاع الشمس او اللي احنا قلنا عليه اهو بدون ما اخليه يبقى موجود معايا او موجود السماء الاصليه اصلا اهو. انا بس عايز الجزء ده. ليه بقى؟ لان انا لو طلعت فوق خالص وعملت نيو لاير وجبت البراش تول زي ما احنا واقفين واللون ده خليته الاورنج بتاعي اهو، عملت اوكي وعليت الفلو هنا وابتديت ادي كليك، بس خليني اصغر السايز شويه اهو، هدي كليك هنا بالاورنج زي ما انا كده. تمام. وهبدا زي ما انا واقف هغير اللون ده للون البرتقالي الفاتح شويه، وهصغر بقى السايز في نص الدايره بتاعت اللايت اللي احنا عملناها اللي هي الاورنج دي، وهبدا ادي كليك فهتبقى باللون ده ابيض مع اورنج. علشان لو جيت هنا من النورمال خليتها سكرين، فبص كده ايه اللي بيحصل، كانك عملت سورس لايت حقيقيه بدون اي مشكله على الاطلاق. فالموضوع بسيط فوق مما تتخيل، مش محتاج غير حبة تركيز. فبس يا سيدي تعالى بقى نقف على المنتج ده بالجروب بتاعه اهو، وهبدأ اظبط وضعيته، ممكن نكبر فيه او نصغر فيه على حسب ما انت حابب اهو بالشكل ده. وهبدا اعمل نيو لاير فوقه فوق الجروب على طول، وهبدا اقفل الجروب وهعمل نيو لاير فوقه على طول. وكل اللي هعمله بعد ما عملت نيو لاير ان انا هعمل كنترول الت جي علشان النيو لاير تخش في الجروب بتاع المنتج، وهبدا اجيب اداه الجريدينت تول وهتاكد ان اللون هنا اسود، وهبدا اسحب من تحت لفوق كده علشان انا محتاج اعمل الشادو البسيط ده اللي هو يديني احساس برضو ان المنتج جوه المركب اهو بالشكل ده. فلك ان تتخيل الموضوع بسيط فوق بما تتخيل زي ما قلت لك. تمام يا سيدي. طيب بص بقى، هنبدا نروح لكل ليفلز احنا عملناها في الاشجار. يعني مثلا عندك لو دوست كليك يمين هنا هختار الليفلز الموجوده اهي وانا واقف عليه هعمل ماسك، وهبدا اجيب اداه البراش تول وهبدا احذف في بعض المناطق اللي هي ممكن تبقى السورس لايت دي خابطه فيها اهو بالشكل ده. بص لو فتحت مني قوي كده يبقى انا هقلل الفلو وهرجع تاني خفيف جدا جدا اهو بالشكل ده. طيب المفروض ان السورس لايت اورنج او مش واخده لون الشمس، فده يبقى منعكس على الاشجار صح كده. فانت هتعمل ايه وانت واقف على الليفلز هنا؟ هبدا اروح معاك عند الادجستمنت لاير وهختار الساتوريشن وكنترول الت جي، وهبدا ادوس على الكالرايز وهبدا ازود هنا ساتوريشن، وهبدا اخلي اللون ده يكون متماشي مع لون الشمس اهو. بص 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 اهو تمام. احنا مش هنخلي اللون على كل الشجر، لا احنا هنعمل ايه، هنعمل ماسك كنترول اي علشان اعكس الماسك، وبعد كده بالبراش تول هبدا ازوم كده وهبدا اخلي المربع هنا يكون ابيض، وهبدا بص اظهر بالبرش اللون اللي انا محتاجه في حتة معينة في جزء معين اللي هو الجزء الخارجي فقط اهو. ونفس الكلام ده هعمله اهو على طراطيف او حواف الشجر اهو. فلما تيجي تبص كده قبل بعد هتلاقيها خطوة مهمة جدا في توزيعة الإضاءة. نفس الموضوع هنطبقه هو على باقي الأشجار. بص تقريبا احنا بنعمل خطوتين وبنبدأ نكررهم في كل العناصر، بس ده اللي انا عايزك تفهمه. الموضوع مش صعب اقسم بالله، يعني هي مش محتاجة غير حبة تركيز صغيرة، حبة تركيز بس. يعني انا هاجي مثلا هنا في الجزء ده كليك يمين هختار
الليفلز بتاعتها اهو، ماسك عليه، وهبدأ بالبرش تول اخلي المربع هنا يكون اسود، وبص هحذف على حواف الشجر، حوافه، كأن السورس لايت خابطة فيه مثلا اهو. تمام. وزي ما انا واقف هعمل ساتوريشن كنترول الت جي كالرايز، هبدأ اخلي اللون زود هنا شوية، اللون يكون قريب من اللون الموجود بتاع الشمس اهو. تمام. وبعد كده هعمل ماسك على الساتوريشن كنترول اي، وبالبرش تول هبدأ اظهر اللون في جزء او في الجزء اللي انا محتاجه فقط اهو. فلما تيجي تبص قبل بعد قبل بعد، سهلة، اسهل مما كنت تتوقع، صح كده؟ طيب نفس الخطوة هنا برضو اهو، كليك يمين، هات الليفلز اعمل عليها ماسك، هات البرش تول خلي المربع يكون اسود، ابدأ احذف حواف، وركز بقى هنا الحواف بس علشان المفروض ان السورس لايت خابطة في ظهرها. تمام. فركز بقى ان هي تبقى ايه، واقعية شويتين يعني اهو بالشكل ده. زي ما انت واقف هتروح للساتوريشن كنترول الت جي كالرايز، ابدأ ظبط اللون على حسب ما انت شايف اهو. وبعد كده ماسك كنترول اي، هات البرش تول خلي اللون يكون ابيض، وابدأ حط يا معلم اللون بتاعك اهو. تيجي تشوف قبل وبعد هتلاقي الموضوع لمسه ولكنها تفرق. طيب لو بصيت على الجبل اللي ورا اللي على اليمين اللي هو ده، هتلاقي ان هو معلهوش انعكاس اضاءه، فلازم نعمل له انعكاس برضو. فهنبدا نعمل نفس الخطوه زي ما احنا واقفين عليه، روح للساتوريشن كنترول الت جي كالرايز، وابدا زود اللون اهو اهو. بص ماسك كنترول اي، هات البرش تول وابدا خلي المربع يكون ابيض، وبص اهو. بص تفرق جدا طبعا. بص انا عايز اقول لك على حاجه، دي اسهل طريقه تقريبا لديزاينات الفوتو مانيبيوليشن، يعني اسهل من كده تقريبا مش هعرف اجيب لك والله. يعني انا بحاول اختصر لك الموضوع، وانا عارف ان انا ممكن اكون بشرح بسرعه شويتين، ده علشان مده الفيديو ما تبقاش طويله قوي وانت تحس ان الموضوع صعب، فهمتني؟ يعني انا بحاول اديك اسهل خطوات، ممكن تكون بس احنا مسرعين في الشرح المره دي، بس والله ما اقصدش، كل اللي اقصده مش عايز احسسك ان الموضوع كبير. يعني هو كل ما في الموضوع اختيار صور شكلها حلو، والتغذيه البصريه اللي ساعدتني ان انا اعمل فكره، لا اكتر ولا اقل بس يا سيدي. فالمهم السماء فاتحه معايا من فوق، يعني السماء فاتحه معايا من فوق، فانا هبدا اقف على اللاير بتاعتها وهعمل نيو لاير فوقها، وهبدا اجيب البرش تول اهو، كبر السايز، وابدا اخلي المربع ده يكون من نفس لون السماء، وابدا اغمق كده. وبعد كده الفلو يكون قليل، وهنبدا نغمق كده في اول السماء من فوق من على اليمين برضو، لان مصدر الاضاءه بتاعي من على الشمال، فاحنا هنحاول نغمق ايه اللي على اليمين شويتين، يعني ما يبقاش كتير اهو، حاجه صغيره. تمام. طيب والمفروض برضو ان المنتج يبقى عليه شادو من على اليمين شويه مش كتير. هبدا اقف على الجروب بتاعه وهعمل نيو لاير فوقه، وهبدا باداه الجريدينت تول اللون الاسود، هبدا اسحب كده من اليمين للشمال، بص حاجه صغيره، وهبدا اقلل الاوباسيتي فل قوي قوي قوي، وابدا خد السورس لايت اللي احنا عاملينها بتاعه الشمس دي، ثبت صبعك على الالت وابدا خدها كوبي. طب ليه؟ علشان انا محتاج اصغرها كده شويه واخليها كانها سيف كده، واحطها على اول المنتج، فيديني كأن السورس لايت خابطه في المنتج، مدياني النور البسيط ده، فبيدي شكل حلو قوي قوي قوي. بص الموضوع والله سهل، يعني اسهل من كده بجد مش هتلاقي. فانت حاول بس تركز بالله عليك، والديزاين اللي تخلصه ارفعه على جروب حاره مصممين اللي هسيب لك اللينك في الديسكريبشن تحت، وان شاء الله نبدا نراجع لو في حاجه مع بعض بامر الله. يعني المهم يا سيدي هاجي معاك بقى لاخر حاجه، ودي حاجه انا ما كنتش عامل حسابها. يعني انا بعد كده حبيت ان انا اجيب فرع زي ده، ومعرفش ده جه في دماغي ليه، بس حبيت قلت اعمل حركه. فانت حابب تعمل الخطوه دي ماشي، مش حابب براحتك. هبدا اخلي اللاير يبقى تحت الشجر اللي هو الجزء بتاع الجزء اللي تحت ده، فهبدا انزل بيه لحد لما اخليه يبقى تحت اهو، وهبدا الفه كده اهو. ممكن نصغره شويه، وركز معايا بقى. بص انا هعمل ايه، انا هقرب وهبدا اجيب البين تول، وهبدا اقص من اول هنا كده، علشان انا مش محتاج الحته الزياده دي، وكليك يمين على اللاير راسترايز ديليت، حلو، علشان ابدا الف الجزء من وراه فيبان كأن الفرع ده لافف من حواليها. وهبدا اجيب اللاير بتاع الشجره مره تانية، وهبدا اخلي المره دي اللاير تبقى ورا المنتج بقى اهو بالشكل ده، وهبدا اعكسه اهو هبدا الفه كده لحد لما ابين الجزء ده اهو، واحاول يبقى متواصل مع اللفه دي اهو فاهمني؟ يعني ما يبقاش نازل لتحت كده، لا يبقى متواصل معاها كأنها لفة فعلا اهو. لو حابب بقى ايه تكبرها، بس حاول ايه تخليها بتبقى بنفس الحجم يعني. تمام. وبعد كده همسك الفرع اللي هو
اللي تحت ده وهبدا اعمل عليه الليفلز اللي هو اهو كنترول الت جي، وهبدا اسود علشان المفروض ان هو هنا فما يبقاش عليه اضاءه قويه يعني. وبعد كده ماسك والبراش تول هبدا احذف بعض الشادو يعني علشان ما يبانش ان هو اسود قوي يعني اهو بالشكل ده. بص لمسه ولكنها ادت شكل جمالي حلو. طيب خليني اقول لك حاجه سريعه، فونت حمدي الاصدار السادس بقى متوفر دلوقتي بخصم 60% ومعاه مميزات تتعدى 25 جيجا، تصميمات بي اس دي للتعديل عليها، منيوهات، كروت شخصيه، فلايرز، لوجوهات، مكتبه فونتات وحاجات كتيره جدا تقدر تعرفها من لينك الواتساب اللي هسيبه لك في الديسكريبشن تحت، وهتلاقي برده لينك للتليجرام عليه حاجات قويه جدا. ابدا ادخل وانضم وابعت لي على الواتساب عشان ابعت لك باقي مميزات الفونت، وسعره رمزي جدا جدا. سعر الفونتات في العادي بتتعدى دلوقتي $600 او 500 او 300، ده هيبقى سعر رمزي جدا. هتسال عليه وهبدا اقول لك. فالمهم خلينا نرجع لموضوعنا. هبدا اطلع معاك بقى فوق خالص وهبدا اروح معاك اول حاجه على السيلكتيف كلر، ومن هنا هبدا بالريدز كده. بص اقوي بقى في الالوان اهو. طبعا الارقام مش هتبقى ثابته، كلها حاجات على حسب عينيك اهو. الجرين وهتبدا تتحرك، يعني انا ببدا اتحرك شمال ويمين اهو. بص بعد كده هغير للون السماوي. سيلكتيف كولر مهمه جدا. وبعد كده هختار الازرق، وبعد كده هختار الابيض، وبعد كده الرصاصي. طيب تعال شوف بقى السيلكتيف كولر قبل وبعد، يعني ده كده بعد قبل بعد قبل بعد. ممكن تعمل الكاميرا رو، بس دي هسيبها لك انت اختياري، يعني ممكن تظبطها وتبعتها لي. وبس يا سيدي، هنا اكون وصلت معاك لاخر الدرس. قبل ما تخرج، لو الدرس عجبك، الموضوع كان سلس وخفيف، ما تنساش تعمل لايك، مش هتخسر حاجه، هتدوس لايك بس، زائد كومنتك التشجيعي الحلو بقى اللي بيفرق جدا، زائد اشتراكك في القناه ان شاء الله علشان اللي جاي هيكون اقوى باذن الله. فمفيش حاجه تكون فايتاك. اشوفك على خير في درس جديد. سلام.